لو عاوز تعرف إيه هي عيوب عملية تكميم المعدة تابعني في الفيديو ده. ركز معايا عشان تعرف ايه اللي ممكن يحصل لك لا قدر الله. عملية تكميم المعدة تعتبر أكتر أمان من عمليات السمنة التانية زي عملية تحويل المسار وعملية الساسي. ايه هي عيوب عملية تكميم المعدة؟ التسريب، وده نسبته 1 لكل 1000 حالة، وده عشان التطور الرهيب في الأدوات اللي بنستخدمها وعشان بنعمل اختبار تسريب أثناء العملية. النزيف أثناء أو بعد العملية، وده نسبته 1 لكل 10,000 حالة، وده عشان التطور الرهيب في الأدوات اللي بنستخدمها. ممكن يحصل عدوى بالجرح، وده نسبته ضئيلة جدا عشان بنستخدم المضادات الحيوية الوقائية قبل العملية والعلاجية بعد العملية. بعض مشاكل أو مضاعفات التخدير، وده نسبته ضئيلة جدا عشان بنستخدم نظام الإفاقة السريع بعد العملية إيراس Enhanced Recovery After Surgery. الترهلات، وده عشان وزننا بينزل بسرعة، عشان كده لو مارسنا التمارين الرياضية يوميا مش هنحتاج لعملية الشد بعد كده إلا لو وزننا كبير قوي قبل العملية. 3 حاجات لو ما التزمناش بالنظام الغذائي أو لو العملية اتعملت بطريقة غلط: الضعف والهزال، غممان نفسي وترجيع مستمر، ما نخسش كويس، ووزننا يزيد مرة تانية. تمدد المعدة مع الوقت، وده بيحصل مع المشروبات الغازية ولو جمعنا بين الأكل والشرب في وقت واحد. الإمساك، ده عشان قلة شرب السوائل، ممكن تدخل الحمام مرة كل 3 أو 4 أيام وممكن كل أسبوع، عشان كده ناخد ملينات ونشرب سوائل كتير. الفتق الجراحي مكان فتحات المنظار، وده نسبته ضئيلة جدا عشان بنستخدم نظام الشيس كلوجر، فبنقفل فتحات المنظار من عند الشيس بتاع البطن. ارتجاع المريء والحموضة، وده عشان فتحة الحجاب الحاجز بتوسع مع نزول الوزن، وعشان كده بنقفل وبنضيق فتحة الحجاب الحاجز واحنا شغالين وبناخد أدوية الحموضة. حصوات المرارة والكلى، وده عشان وزننا بينزل بسرعة وعشان قلة شرب السوائل، وعشان كده لازم ناخد أورسوفالك 300 قرص مرتين يوميا لمدة من 6 ل 12 شهر بعد العملية كوقاية من حصوات المرارة. ولازم نشرب سوائل كتير وناكل خضروات وفواكه ونقلل الكوليسترول والموالح زي الطماطم والسبانخ والمانجا والليمون والبرتقال واليوسفندي دي. نقلل شرب البنيات زي الشاي والقهوة والنسكافيه والكاكاو والمشروبات الغازية. لو عاوز تعرف كل حاجة عن التسريب بعد عملية تكميم المعدة تابعني في الفيديو اللي جاي. استنوني.